السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد تاني مع فاروق الجوهري. النهارده هنتكلم على البادجي الأسترالي وده نوعه ريمبو. تمام. طبعا النتاية اللي ورا دي طبعا باين من منقارها، فوق منقارها بيبقى بني كده زي ما انتم شايفين، وده الذكر فوق منقاره أزرق. طبعا النتاية هي عندها كرامب من تحت، حتة منفوخة علشان هتبيض إن شاء الله النهارده، وبكرة إن شاء الله نوريكم البيض. طبعا حاطط لهم المسكه دي عشان خاطر الكالسيوم، خلاص، والخضار بحط لها خضار، وفي عظم صبيط اهوت في الجنب هنا، عظم صبيط، والسقايه طبعا. طبعا أنا بفضل القفص اللي بابه السلك كده زي ده عشان خاطر يبقى قوي وبيقفل كويس. تمام. طبعا حاطط لهم هنا ايه، وقفات بيقفوا عليها وكده وحاجات زي كده. تعال نبص على العش. طبعا البدجي بيحبش نشارة الخشب، دي اخر حاجه المفروض بيحطوا له نشارة خشب. بس دايما من التجربة ان البدج الاسترالي بيطلع نشارة الخشب بره. بصوا، بطلع نشارة الخشب بره ورميها كلها. خلاص، ده العش اهو. خلاص ان شاء الله تبيض بكرة وتبقى مية مية كده وتفقس عصافير حلوة. خلاص، معروف البدج الاسترالي ده اصلا بيجي من استراليا. خلاص، بيبقى بيته الاصلي في او موطنه الاصلي في استراليا، بيعيش في جماعات كبيرة جدا. خلاص، الجماعات دي بتبقى كلها ايه، كلها مع بعض بتنزل على الحقول تاكل وتشرب وكده. تمام. بتحب طبعا الصقور، عدوها اللدود هو الصقور. طبعا الصقور بتحب تاكل عصافير البدجي الاسترالي. طبعا الاسترالي فيه منه الوان كتير خالص، ولكن لونه الاصلي زيتوني، زيتوني في اسود، او زيتوني في اخضر في اسود. خلاص، ده طبعا ده نتيجة تهجينات بيطلع الاشكال اللي احنا شايفينها دي. خلاص، ودي اللاتيني، الصفرة دي لاتيني، والازرق ده عصفور برضو نتيجة التهجين من فترة كبيرة. خلاص، لاحظ ان الازرق ده حجمه اكبر شوية عشان هو اصلا اهله كانوا يورك. اليورك او الانجليزي عصافير بتبقى اكبر من دي او ضعف دي في الحجم، وبيبقى ليها بفة كبيرة كده اسمها كريست. خلاص. طبعا البدج الاسترالي له اصوات كتير جدا، في ابلكيشنات بتوضح يعني ايه الاصوات اللي هو بيطلعها، زي مرحبا او ازيك او اهلا، وفي اكل، وفي بيغني او بينادي، وفي تودد للنتايه، بيتودد للنتايه. تمام. طبعا الاسترالي بيتميز ان ديله طويل كده زي ما انتم شايفين. خلاص، وبيبقى بيهتم بريشه طول الوقت. خلاص، طبعا ده الذكر بياكل هناك اهو، بياكل. بياكل طبعا بلكم، بلكم اوريكم بلكم بتاع البدجي والفلارس. البدجي بلكم اهو، بلكم على فلارس. خلاص، بيحب ياكله، بيهتم باكله. طبعا بياكل خيار وخضار، بياكل خس، وبياكل فلفل اخضر. بس في حاجات ممنوع منه زي السوداني مثلا، السوداني ممنوع. طبعا هنا ده ذكر وانتايه، دي بتقلش، النتايه بتقلش، بتغير ريش. بتغير ريش، بتبتدي من بتغير الريش القديم وتطلع ريش جديد. طبعا عشان يبقى ريشها بيلمع وكويس وحلو لازم تغير ريشها من فترة للتانية. بتقعد 3 أسابيع، من أسبوعين ل3 أسابيع بتغير في ريشها. تمام. وبعدين بتغير ريش الطيران، ريش الطيران ده الريش اللي في الجناح، بتغيره واحدة بواحدة. خلاص. العصفورة دي إن شاء الله أول ما تغير ريشها هتبتدي إن هي تجهز في عشها عشان تبيض. تمام. طبعا لما تلاقي منقار الأنثى بني كده معناها إن هي جاهزة جدا للتزاوج، غير اللي منقارها أبيض. اللي منقارها أبيض بتبقى قدامها شوية على ما تتزاوج، أو مش متحمسة جدا للإنتاج والتزاوج وكده. تمام. طبعا أهم حاجة التنوع في الأكل، إحنا بننوع الأكل للعصافير عشان صحتها وعشان ريشها، وعلشان كمان العصافير تنتج كويس معانا. تمام. طبعا البدجي معروف دايما ان هو بيحب الاجتماعيات، وبيحب يبقى في وسط عصافير كتير ويزقزقوا كلهم ويكلموا بعض وينتجوا مع بعض ويطيروا مع بعض والكلام ده كله. لكن احنا بنربيهم في اقفاص عشان خاطر السيطرة على الانتاج. بنربيهم في اقفاص كده عشان خاطر السيطرة على الانتاج، عشان خاطر نعرف نتحكم في الاكل والشرب، نتحكم في التزاوج، ونحط لها عشها وكده، بحيث ايه، تاكل وتشرب ونبقى واخدين بالنا من اكلها واخدين بالنا من انتاجها، ونسيطر على الوضع شويه. غير الجماعه ما بتبقاش فاهم ايه مع ايه، ذكر وانتايه، وايه بينتج وايه ما بينتجش. وممكن يبقى في زواج صغيره في السن تطلع ما بينهم، وازواج بتقعد فتره ما بتنتجش وكده.
اتمنى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم. اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ومتنساش تتابعنا على القناة، وسلام.